في طلاب كتير أول ما يسمعوا كلمة توكل على الله يفتكروا إن معناها إني أقعد في البيت ويستنى النجاح يجي لوحده. بس الحقيقة التوكل مش كده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الطير ما عادش في العش مستني الرزق، الطير خرج ولف ودور وتعب وبعدين ربنا رزقه. نفس الفكرة مع الدراسة، تذاكر وتخطط وتحاول وتقوم من النوم بدري وتكافح، بس في قلبك متيقن ان التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى مش من مجهودك بس. التوكل الحقيقي هو انك تعمل كل اللي تقدر عليه وبعدين تقول يا رب انا عملت اللي عليا والنتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ومهما كانت النتيجة ما تزعلش، لأنك في كل الأحوال كسبت أجر السعي، كسبت أجر المحاولة، كسبت أجر الصبر، كسبت أجر التوكل على الله. لو نفسك تنجح خليك من النهاردة من المتوكلين بجد. اشتغل واجتهد وسيب النتيجة على ربنا سبحانه وتعالى، وصدقني هتشوف كرم ربنا سبحانه وتعالى في حياتك كبير. ربنا يفتح عليك ويوفقك ويجعلك من أهل العمل الصالح. وما تنساش النجاح مش بس مجهود، النجاح رزق، والتوكل على الله هو مفتاح الرزق. أنا عبد الرحمن شريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.